اتفضلي. اتكلم. احكي لنا. انا كنت في شغلي، انا ست ارمله معايا 3 اولاد، بنتين وولد. كنت في شغلي، جيت من الشغل، لقيت بنتي الصغيره بتتوجع وتتألم ومش قادره تقعد، اللي هي ايه يعني، قاعده كده سنده كده على ايديها. في ايه وكده، وكلمت مع البيت ما قالتليش حاجه، ورجعت تاني مكانها نفس العياط شغال. قلت لها تعالي، في ايه اللي حصل؟ قعدت تعيط، وزي ما يكون ايه يعني جسمها بيرتعش كده، زي ما يكون هي فيها حاجه بس انا مش عارفه فيها ايه. اتكلمت معاها في ايه مالك، قالت لي يا ماما هقول لك بس ما تضربنيش. وهي بتعيط؟ وهي بتعيط، والنبي يا ماما ما تضربيني، انا ماليش دعوه، انا كنت بلعب. قلت لها طب تعالي بقى قولي لي، انا كنت جيت من شغلي وقاعده بقى بجهز لهم طب انت للغدا لما جيتي من شغلك ما استغربتيش ان هي مش موجوده؟ لا، يعني هي على طول بيلعبوا فوق. يعني انت في سالتي تحت قالوا لك؟ كمان بنتين جيراني تحت مني هنا، ساعات بتنزل تقعد معاهم في الشارع. انت سالتي يعني؟ سالت اختها، قالت لي ده نزلت عند ملك اللي تحت. قلت لها طب نادي لاختك. نزلت وطلعت ما جابتهاش، قالت لي ده ما هيش تحت. يا دوبك لما دخلت حطيت الحاجه اللي في ايديا وطلعت، لقيتها داخله من باب الشقه وقاعده لو انت ما لحقتيش يعني هي تغيب عنك؟ لا يا دوبك يعني، يا دوبك قلعت مع بيتي وداخله واحط حاجتي في المطبخ، لقيتها جايه داخله من باب الشقه، وبقى ايه يعني وشها اصفر مرتبكه. قعدت احكي لي يا نصرة في ايه؟ ده انا رجلي متعوره، اصل التعويره بتوجعني، وقاعده بقى اللي هو كده مش قادره تقعد. لا قلت لها تعالي في ايه. المهم انا كنت جبت حاجات من المطبخ وقاعده بقشر بطاطس، السكينه في ايدي طبعا. قلت لها تعالي ايه اللي حصل بالظبط، عشان انا لو انت ما حكيتليش ايه اللي حصل او انت مالك دلوقتي انا هولع السكينه وهريحك. قالت لي يا ماما هقول لك بس ما تضربنيش، وعياط بقى اللي هو ايه، رعشه بترتعش وهي بتعيط. احكي لي يا نصرة ما تخافيش عشان انا اضرب لك ايه اللي عورك. ماما قالت لي اصل انا متعوره، وشاورت لي كده ايه على جسمها. بقلعها هدومها، لقيت الشورت اللي كانت لابساه غرقان دم. في ايه يا نصرة من مين؟ قالت لي هقول لك بس ما تضربنيش، محمد. طبعا ده محمد ابن جيراننا اللي قدامي. جيت قعدت مع البنت، اتكلمت معاها عمل لك ايه، وصفت لي بالظبط عمل لها ايه وعمل فيها ايه. وقالت لي ده مسك يا ماما السكينه جابها من تحت، وقال لي انت لو حكيتي لحد انا هذبحك. طبعا انا رنيت على عمها عرفته، ورن على خال الولد جابه وقال له حاضر احنا هنجيب الواد ونيجي. رنيت على والدته، قالت لي ماشي انا بس في عزال بنت اختي وهجيب ايه ابني واجيلك بكره. استنيتها جات لي تاني يوم، الكلام ده كان ايه قبل الصلاه. يعني هي برضو ما اهتمتش بالموضوع. ايوه ما اهتمتش، بس انا حكيت لها بالتفاصيل وبرضو ما فيش ودخلت بنتها شافت بنتي. حتى ادتني بدادين وحاجات كده ايه ان انا قاعده جبت في الميه سخنه وشطفها وكده. جات لي تاني يوم ساعه الصلاه، بتقول لي يا ماما ده ابني بيحلف، بيقول لي مش انا والله يا ماما. غديت قلت لها حتى لو مش ابنك انا كده كده هعمل محضر هشتكي، لان انا ازاي ابقى سايبه بنتي في البيت ويحصل فيها كده. انا بقى اعرف مين اللي عمل في بنتي كده. خدت بنتي يوميها وطلعت المركز، بعتوا حد ورايا من الحته اللي هو يعني جيرانهم، بس هو بيعمل قعدات في الحته وكده يعني كبير منطقه مثلا. جاب لي 20,000 جنيه. ده وانت في اسم الشرطه؟ ده وانا في اسم الشرطه، ان انا ايه يعني اخدهم وكده، انا رفضت. فالمهم نزل، انا كنت ساعتها قاعده في الاوضه اللي هي قدام المباحث قدام رئيس المباحث. بعتوا لبنتي دخلوها رئيس المباحث، كان في الاوضه 2 رؤساء مباحث ونائب المأمور والمأمور. خدوا شويه اسئله من بنتي وكلموا بنتي، وبعدها دخلوني عشان يسالوني مين ده وايه علاقتكم بيها وكده. خدوا اكوالي بردك وجيت طلعت، كانهم يزنوا عليا ان انا انزل واخد فلوس، ما نزلتش. عملت المحضر، وعلى ما جيت هنا قالوا ده 100,000 ومش 100,000. وطب تاخد الشقه اللي هم كانوا قاعدين فيها، هم سايبينها اصلا من ساعه الحوار ده. يعني وقت الحوار ده من تاني يوم سابوه، واهل الولد سايبين الشقه، لكن الواد من يوميها وهو مشي، ساب الشقه ومشي. انت كنت بتامنيه يعني؟ انت مثلا قاعده معاه وبتامنيه على كل حاجه؟ ايوه جيران، لانه جاركوا يعني. ايوه، ووالدته كانت على طول عندنا. وعنده كام سنه؟ 17 سنه. سلوكه كان ايه؟
لا سلوكه ما كانش محترم وقليل ادب ولسانه طويل. بس ما توقعتوش حاجه زي كده؟ ايوه لا دي ما توقعتهاش. بنتك اشتكت لك منه كذا قبل مره كده؟ لا كذا مره جاب مشكله، سرقه تليفون، مشكله مع حد، سهروا بره ووالده يطلع يدور عليه، وانا من الناس اللي كنت بنزل ادور لها عليه في الشارع. تعتبريه زي اخوكي او ايوه زي ابني او اخويا او كده.